هلال أهلا يا هلال. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. اليوم غادي نشارك معكم لاسوب بالفواكه البحر. هاد لاسوب كتجي زوينه بزاف ومفيده. غادي نحتاجو فيها الشعريه الصينيه، واحد البصله بيضه مشلضه، الا كاين البارو ديروا البارو او البصله الخضاريه، شامبينيو معلب، كالامار، الكروفيت، جوج الجزرات هكا حكيتهم في الحكاكه طوال بحال هكا. المهم الشامبينيو الاسود درتو في شويه ديال الماء طايب وغسلته مزيان من الرمله. عندي هنا الصدر ديال الدجاج، نتوما ديروا الا كاين الحوت الابيض ديروا، الا ما كاين بلاش حتى بالدجاج كتجي زوينه بزاف. وعندي جوج معالق ديال مايزينا ذوبتهم في شويه ديال الماء. المهم باقي كنشرح لكم على الدجاج قلت لكم نسيت ما خرجته من الفريغو، داكشي اللي كنت كنقول، داكشي علاش درت الدجاج. هنا قلت لكم جوج معالق ديال النشا، صوص صوجا، شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه غبره، واحد ورقه موسى، هنا سكنجبير طري، الا ما كانش ديروا داك المعلب، الا ما كاين ديروا غير العادي، شويه ديال البزار، وصافي. هادشي اللي عندي في المكونات. والزيت الزيتون في الطنجره كندير شويه ديال الزيت بلديه، وكندير بصله كنخليها حتى كتقلى مزيان حتى كطيح، وعاد كنضيف عليها الجزر، كنضيف داك الجزر وكنحركو حتى هويا، يعني كنضيف حاجه بحاجه وكنستمر هكا في التحراك باش تجينا زوينه وكطيب دغيا. اصلا اللي كنديروا هاد القضيه يعني ما كنتبعوش ليه الماء نيشان. كنضيف داك الطرفات ديال الدجاج حتى هما كنخليهم حتى كيتشحروا، وعاد كنضيف كالامار اللي قطعتها هكا دويورات، ودوك الكبارين قطعتهم طرف باش يبانوا ليا هكا في لاسوب. خليتهم حتى تقلاو مزيان، وضفت داك السكنجبير والشامبينيون معلب، ودائما كنحرك. وضفت الشامبينيون الاسود، وضفت الثومه ورقه موسى، ورقه سيدنا موسى، وحركت كلشي. والمعلقه كبيره ديال الربيع، كاين اللي كيدير الكرفس، انا ما كيعجبونيش الكرفس ما درتهمش. والشعريه الصينيه اللي رقتها في الماء طايب طرطبت وقطعتها. في الاخير كنضيف الكروفيت، عندي هاد الحمراء كبيره شويه، دوك الكبار المهم قطعتهم على جوج. الملحه ما كنكترش الملحه. المهم هذيك ما تصورتش ليا ديك سميتها صوص صوجا، ضفتها ولكن ما تصورتش ليا، تسحب ليا كنصور. وغنزيد عليهم دوك جوج معالق ديال النشا. كتلفني بنتي والله العظيم، مع كتنقز حدايا كتلفني في الهضره، شحال من مره كنوقف وعاد كنبدا تاني. المهم ضفت النشا وكنحرك، راه بانت لكم ثقيله شي شويه، اللي بغى يثقلها يزيد مازال النشا اولا حتى الدقيق، اللي بغى فيها الكرفس يضيف الكرفس، اللي بغى ينقص شي حاجه راه كينقصها. المهم كتجي زوينه بزاف ولذيذه وشي حاجه زعما رائعه بزاف ومفيده ومزيانه هكا يفطر بها الواحد مع صايم النهار كامل. حاجه مغذيه ولذيذه في نفس الوقت. صافي هكا راه طابت البنات وطفيت عليها، دابا راه وصل المغرب بصحه فطوركم. شفتوها كيفاش كتجي.
انا خليت ديك الشعريه ما قطعتهاش بزاف. المهم كتجي بحال هكا. كنتمنى البنات تجربوها ولا عجبتكم قولوها ليا في كومونتير، وما تنسونيش من التعليق ديالكم الزوين واللايك والبارطاج القناه، وتبارطاجوا لي القناه مع الاهل والاحباب والاصدقاء. ومرحبا والف مرحبا الناس الجداد اللي دخلوا عندي مؤخرا للقناه، وشكرا لكم حتى نتوما الناس القدام. شكرا بزاف، والى فيديو جديد ان شاء الله. بصحة فطوركم.